البنك الأهلي المصري يصدر 4 شهادات بأعلى عائد للبنوك، وشهادات جديدة تصرف العائد كل يوم. الشهادات دي أول مرة تصدر في البنك الأهلي. تعال نشوف التفاصيل الشهادات. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. البنك الأهلي المصري يعتبر أكبر بنك في مصر سواء من عدد العملاء وعدد فروعه على مستوى الجمهورية، خصوصا بعد اجتماع البنك المركزي الأخير اللي قرر فيه تثبيت أسعار الفائدة. بدأ كثير من العملاء بالسؤال عن أعلى عوائد موجودة في البنوك. هنطرح معاك النهاردة أعلى 4 شهادات تم إصدارهم البنك الأهلي بعد الاجتماع البنك المركزي قبل الأخير اللي كان رفع فيه أسعار الفايدة 6% أو 600 نقطة أساسي في الاجتماع الاستثنائي قبل الأخير. البنك الأهلي المصري أصدر 4 شهادات. أول شهادة معانا وهي الشهادة اللي تم إصدارها وكلنا عارفينها 30% اللي عائد عليها متناقص. أول عام بتاخد 30%، تاني عام بتصرف 25%، تالت عام بتصرف 20%. العائد بيكون هنا سنويا. أما الشهادة الثانية وهي شهادة ثابتة بعائد شهري. العام الأول بتصرف فيه 26%، العام الثاني 22%، والعام الثالث 18%، والعائد يصرف هنا شهريا. والشهادة دي شهادة لمدة 3 سنوات. أما الشهادة الثالثة وهي بعائد 21.5%، الشهادة دي لمدة 3 سنوات، وهي شهادة بديلة لشهادة 19% اللي كانت مطروحة في البنك الأهلي المصري. الشهادة الرابعة وهي شهادة مختلفة لأن الشهادة دي شهادة لمدة عام واحد فقط. العائد عليها بيصرف 23%، ولكن هنا العائد بيصرف يوميا، والشهادة دي لمدة عام واحد فقط. طبعا كلنا عارفين ان يوجد شهادات في البنك الاهلي اخرى وهي الشهادة 27% السنوية والشهادة 23.5% الشهرية، ودي شرحناها في فيديوهات سابقة على القناة تقدر تشوفها. وهنعرض الايام القادمة معظم الشهادات سواء في البنك الاهلي او بنك مصر ومعظم بنوك مصر. انتظر مننا باقي تفاصيل الشهادات الجديدة وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.